الجزائر تخطط لضربة عسكرية محدودة ضد المغرب وهذه المناطق المستهدفة. تخطط الجزائر للقيام بضربة عسكرية محدودة ضد الجيش المغربي تهدف إلى تعبيد الطريق نحو حل سياسي مؤقت يخدم المصالح الحربية لجبهة البوليزاريو. وأعدت المخابرات العسكرية الجزائرية بمعية خلية متكونة من أفضل الخبراء العسكريين التابعين لوزارة الدفاع خطة الضربة التي تنوي توجيهها للمغرب. وفق المعطيات المتوفرة في الخطة تتمحور حول دفع البوليزاريو بمساعدة 100 عنصر من القوات الخاصة الجزائرية إلى الدخول في معركة محدودة مع الجيش المغربي، يكون الهدف منها السيطرة على المناطق العازلة. وبعد الهجوم مباشرة والسيطرة على المناطق العازلة، تقوم الدبلوماسية الجزائرية بمساعدة جنوب إفريقيا بالدعوة إلى وقف العمليات القتالية والدخول في مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليزاريو. وأثناء المفاوضات المخططة لها ستتمسك الجبهة بشرط تنازل المغرب عن المناطق العازلة لصالحها مقابل سلام دائم مع الرباط. من جهته أقدم الضابط السابق في المخابرات الجزائرية هارون حسين على تسريب مجموعة من المعلومات الحساسة توضح بأن الضربة العسكرية ستركز في مرحلتها الأولى على منجم بوقراع للفوسفات وموانئ سيدي إفني وطنطان والعيون والداخلة، ثم بوجدور وطرفاية والعديد من المناطق الحيوية في الصحراء المغربية. أما المرحلة الثانية من الخطة العسكرية فستتجه فيها القوات نحو تكثيف الهجمات بواسطة طائرات الدرون على الجدار الفاصل قصد تمكين قوات مرتزقة البوليزاريو وعناصر من الجيش الجزائري من الدخول إلى المنطقة العازلة.